السلام عليكم على أغلى وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. طبعا كلنا بنحب المسقعة، وعشان تطلع معاكي تحفة وطعمها حلو جدا في كده كام حاجة هقولك عليها لازم تعمليها في المسقعة عشان تطلع معاكي تحفة. وأقولك كمان على مكون موجود في مطبخك، انت مش أكيد مش بتحطيه للمسقعة، بس لو حطيتيها إن شاء الله هتحسي بفرق كبير. بس لو أول مرة تشوفيني كملي معايا الفيديو للآخر، ويلا نسمي بسم الله ونشوف عملنا المسقعة التحفة دي ازاي. طبعا انا جبت البطاطس، انا هعمل المسقعه النهارده بالبطاطس والبتنجان والفلفل. لو انت عايزه تستغني عن البطاطس ما تحطيهاش براحتك، بس بصراحه البطاطس هتدي طعم مختلف خالص للمسقعه وهتفرق خالص فيها. طبعا قطعت البطاطس زي ما انتوا شايفين، وجبت بوله كده وحطيت فيها ميه بملح، وحطيت فيها البطاطس بتاعتي ليه؟ عشان تطرد اي حاجه وحشه في البطاطس وتخلي برضو طعم البطاطس حلو. جبت البتنجان وقطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو انت مش عايزه تشيلي القشر اللي انا حشته كده من بره وعادي وتخلي البتنجان زي ما هو ماشي براحتك، حطيت كده فيها بوله فيها ميه بملح وحطيت فيها البتنجان بتاعي عشان يطرد اي سموم واي روايح كريهه في البتنجان. وتراعي برضو ان البتنجان لما تيجي تشتريه من السوق تجيبيه بتنجان يكون اسود وما يكونش عليه اي لون تاني، ده هيبقى طعم البتنجان من جوه ابيض وما تلاقيش فيه بذر خالص ومش ممرر. انما البتنجان لما تلاقيها ناشفة او تلاقيها فيه خطوط من بره حمراء او خطوط خضرة، دي ثقي تماما انك انت لما تفتحيها هتلاقيها مبذرة من جوه وهتلاقيها طعمها مر على الاخر. فراعي وانت بتشتري بتنجان تجيبيه بتنجان كويس، يعني عشان الوصفة بتاعتك تطلع حلوة، او لو جلتيه في الزيت برضو يطلع طعمه حلو. حطيت الطاسة على النار وحطيت فيها الزيت، طبعا تحط زيت يكون غزير. حطيت الزيت طبعا يكون غزير الزيت بتاعك، هتحط فيه كمية البطاطس وتراعي اني تخلي بالك وانت بتقلي البطاطس عشان ما تتحرقش معاكي او تاخد لون زيادة. وبرضو تراعي ان البوتاجاز يبقى عالي والزيت يبقى غزير، وتستخدمي زيت نظيف عشان اي وصفة انت بتعمليها بيبقى طعمها حلو. زيت التموين ده لو استخدمتيه بيدي طعم اي حاجة مش حلو. كده خلاص انا جربت اخلص كمية اللي بتنجان البطاطس بتاعتي. اللهم بارك الزيت بتاعي الخضار مشربش اي زيت عشان انا نجعاه في الملح ومنشفاه قبل ما احطه في الزيت، منشفاه بمناديل، لو عندك مناديل مطبخ نشفيه بيها، لو عندك فوط مطبخ نشفيه بيها قبل ما تحطيها في الزيت. مش هيشرب منك والله اي زيت خالص، وهتطلع صينيه المسقعه بتاعتك تحفه. انا ما البطاطس البتنجاني بتاعي لونه زي العسل متحركش معايا. أكيد قطعت كده 5 قرون من الفلفل الرومي أو 4 قرون زي ما بتحبي، طبعا الفلفل كتير أو قليل. حطيت معاهم قرن كده سبايسي حراق، لو مش عايزة تحطيه مستغني عنه عادي. كده خلاص أنا الخضار بتاعي كده جاهز. البطاطس اللهم بارك ما فيهاش أي حاجة خالص محروقة، الفلفل برضو حلو على الآخر، البتنجان زي العسل، التدويرة بتاعته حلوة. إن شاء الله تطلع معاكي سنة مسقعة زي العسل. حطيت كده طاسة على النار، حطيت فيها معلقتين من الزيت، حطيت فيها كده حوالي 4 فصوص من التوم او 5 فصوص من التوم. لو انتي حابة تكتري توم عن كده كتري عادي براحتك. طبعا المكون اللي هيخلي الطشة بتاعت المسقع تحفة الخل. حطيت كده معلقتين من الخل، هيدي طعم المسقع معاكي، هيخلي طعم المسقع معاكي تحفة. كنت حاطة كده طبعا الطماطم حطيتها على النار، كنت حطاها حبات طماطم حطيتها على النار استوت، ضربتها تضربيها على الكبة او الخلاط، هتضيفيها على التومة بتاعتك، هي مش سابكة اصلا ومستوية على الاخر، يا دوب كده غلوتين 3 وهتطفي عليها البوتاجاز على طول. حطيت كده طاسة على النار برضو، حطيت فيها معلقتين من الزيت او 3 معالق من الزيت. حطيت فيها بصلاية كبيرة، انا البصلاية دي بشرحها على ايدي، مش عاملاها على ايدي يعني مش حطاها في الكبة او الخلاط. انما انتي لو عاملاها عايزة تحطيها في الكبة او تفرميها في الكبة براحتك. انا بصراحة بحب اعمل الحاجة بايدي، بحس ان الحاجة كده اللي بتعملها الام بايدها بتبقى اطعم كتير من الكبة. يا رب كده تكونوا بأيديني في الموقف ده، ان الحاجة اللي الام بتعملها بايدها بتبقى احلى. لو انتوا كده مأيديني في الموضوع ده اكتبولي في التعليقات ان الحاجة اللي الام بتعملها بايدها بتبقى احلى كتير من الكبة او الخلاط. معايا كده حوالي ربع صدر كده فرخة قطعته على شكل مكعبات زي ما انتوا شايفين. انا ما حبيتش افرمه برضو على الكبة عشان مش كله يختلط بكله وتبقى كده تحسيها الفراخ مش باينة في طعم المسقع. انا قطعت على نظام مكعبات عشان لما تيجي تاكليها تحس بطعم الفراخ فيها. والله دي بتفرق خالص، التكة دي بتفرق خالص في طعم المسقعة، وجربيها يا ستي وهتلاقيها طعمها زي العسل. حطيت عليها كبشة كده من الصلصة اللي انا عاملاها من الاول،
قلبتهم كده تقلبتين 3. هي الحراويج اللي في الطاسة دي بعد شوية كده مش هتلاقيها كلها طلعت وبقت زي العسل. حطيت لها التوابل بتاعتها، انا كنت حاطه نص معلقه كده من الفلفل الاسود، نص معلقه من الثوم البودر، نص معلقه من البصل البودر، وكنت برضو حاطه لها كده سنه من الشطه وسنه كده بسيطه من الكزبر. طبعا خلاص كده هتدي الخليط كده تقلبتين 3 وخلاص كده هتطفي عليه البوتاجاز. هو جاهز كده انك انت تعملي صينيه المسقعه. جبت الطاسه بتاعتي، ما تحطيش فيها اي ماده دهنيه خالص. احنا كده كده الخضار بتاعنا فيه يعني يعتبر نسبه من الزيت. هتحطي كده البطاطس من تحت عشان بيستحمل السخونه بتاعه الفرن اكتر من البتنجان. هتحطي عليه طبقه الفراخ اللي احنا حاطينها. لو انت عايزه تعمليها بلحمه حمرا هتبقى برضو طعمها تحفه. لو كمان عندك بط هتبقى تحفة في البط. يعني اي حاجة متواجدة معاكي هتبقى حلوة فيها الوصفة بتاعتك. هتحطي كده طبقة الفلفل اللي احنا حاطينه. اهم حاجة كده بس تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هتحطي طبقة البتنجان من فوق. اللهم صل على النبي. شايفين ولا غلطة والله ولا غلطة في الخضار. بص التسوية بتاعته مستوي ومفيهوش غلطة، يعني مش متحمر بزيادة. هتحطي عليه الصلصة اللي احنا عملناها. لو انت لقيتي طبعا الصلصة بتاعتك كتيرة على الصينية بتاعتك عادي ممكن تشيلي منها في التلاجة تفضل معاكي فترة كبيرة. بعد ما تحط الطماطم بتاعتك هتهزيها كده كذا هز عشان تدخل وتتغلغل كده كلها من تحت في الخضار في البطاطس وفي اللحمة عشان تشرب كده كلها تشرب من بعضها. هتكوني مسخنة الفرن قبليها ب5 دقايق. هتدخل على نار عالية. هتقعد معاكي حوالي ربع ساعة في الفرن. هتطلع زي العسل. احنا اصلا هي كده كده مستوية والخضار مستوي معانا، بس احنا عايزينها تتسبك اكتر وتشرب كده من بعضها وتطلع الروايح الحلوة القمر اللي فيها. شايفين هي صينية المسقعة بتتكلم عن نفسها. بصراحة كانت تحفة وطعم الفراخ فيها كان تحفة مميز. وهي بصي كانت من ريحتها كان العيال كده كانوا عاوزين يخطفوها خطفة. يعني جربوها بالطريقة دي والله هتعجبكم. طريقة مختلفة وطعم الفراخ فيها حلو. واي حاجة كده بتدخل فيها الفراخ طبعا بتطعمها. لو انت عايزة تحطيها زي ما هي كده قدام اولادك بالطاسة عادي، عايزة تغرفيها في اطباق براحتك خالص. كده فيديو المسقع يكون خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم ما يكونش طويل عليكم. بس لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة. ولو مشتركة في القناة ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي هنا في القناة. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات تانية احلى واحلى باذن الله.